السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة خديجة توب شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم السنور بالطريقه ديال الخضر ماشي بالبصله والزبيب كيف ما تعودنا. المهم عده طرق باش كيطيب هذا السنور، كيجي رائع. وسمحوا لي راه باقي سخون، داكشي علاش الاضاءه يعني كتمشي مع الدخان. كيجي رائع من ألذ ما يكون، وكتجي المريقه ديالو خاتره وملبيه ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو لان السنور هاد الايام رخيص، وانا كنمشي مع الحاجات اللي كتكون رخيصه في السوق هي اللي كنجيب وهي اللي كنشارك معكم. كيجي رائع ولذيذ ان شاء الله. غادي يعجبكم الفيديو، ونتمنى اللايك والبارطاج وشاهدوا معايا الفيديو الى الاخر بطريقه تقليديه وبسيطه. كيجي من ألذ ما يكون وبالصحه والراحه. اهلا وسهلا متتبعين ديالي. كيف ما قلت لكم السنور ان شاء الله غادي نديروه اليوم بالخضره، لان فايت مره درتو معكم بالبصله والزبيب. والسنور بطبيعه الحال كيطيب يعني بعده طرق، ممكن الفرن، ممكن حتى القلي. حتى القلي البنات كيجي رائع والله العظيم. يعني كنخرجوا على نطاق الطاجين او الطنجره هكا، ولا طنجره الضغط. واحد المره واحد الاجانب كانوا جاو عندنا، وهذوك الاجانب من البرتغال. يعني راكم تعرفوا البرتغال يعني الحوت يعني كيعرفوا ليه مزيان. ودرت لهم السنور مقلي، والله ما عرفوا اش من حوت كياكلوا. المهم اليوم ان شاء الله كيف ما قلت لكم غادي نشارك معكم بطريقتي. الخضر هنا درت البصله، غادي ندير خيزو مقطع. هنا بعد ما نقيت خيزو غادي نديرو هكا دوائر، ولا ديروه مكعبات صغيره ماشي مشكل. المهم خيزو غادي يكون هو لتحت بطبيعه الحال، لانه هو اللي كيهز الطياب. المهم اليوم الخضره، لان انا كتعجبني الخضره غادي نديرها. انا اغلبيه هكا الوليدات راه ما كيبغيوش الخضره، يعني ضروري غندير لهم بطاطا. يعني اليوم لقيت راحتي، درت الخضره وصافي. نعطيهم هما بطاطا وانا غادي ناكل الخضر. وكيجي رائع، وكتجي المرقه ديالو خاتره. صراحه المرقه ديالو كتجي خاتره وملبيه. هانتوما شفتوا هنايا عندي الفلفله هذه حمراء. ممكن انكم ديروها خضراء، يعني اللي متوفر وصافي. انا عندي خضراء غير ما درتهاش لان هذه كافياني. الا زدت درت فلفله اخرى يعني غيجيني كتير، وانا خصني ما يضيعش، يعني خصو الغدا يعني يتكال كامل. صافي قطعتها هكا عشوائي، اولا الا كانت عندكم مقاده تقطعوها دوائر صافي. وهانتوما معايا هنايا جا الدور ديال البطاطا، غادي نقطعها هكا دوائر. ان البطاطا هي اللي غادي ياكلوا الوليدات، وبطبيعه الحال الحوت غنخليه هو الفوقاني باش كاع دوك المواد اللي فيه كتنزل في الخضر. هنا درت جوج بطاطات كبارين. هنا هي البطاطا هي اللي غنعتمد عليها في الغدا ديال الدراري صراحه. كانتش بطاطا راه ما ياكلوش. هنا غادي نجيب واحد المطيشه بالقشور ديالها. ها هي قطعتها. كلشي غادي ننزلو لتحت ونخلي الحوت هو الفوق، باش كلشي هذاك المذاق غادي ينزل على الخضر كيف ما قلنا. صافي نخلي هكا 4. هنايا غادي نضيف الزيتون، سواء الخضر مسلاله سواء الزيتون الاحمر، يعني اللي متوفر عندكم. وهنا حامضه مصيره، الا ما كانش حامض مصير راكم ديروا الحامض عادي دوائر، حتى هو كيجي غزال رائع، وهو اللي تبارك الله كنديروه بزاف. وهنايا ما بقى ليا الا غادي ننزل هذاك السمك ديال السنور. هانتوما البنات السنور كيفاش كيتقطع، كيجي على هذا الشكل. هانتوما انا قربت لكم. بالنسبه للتوابل البنات راني درت شويه ديال الملحه، الابزار،
سكينجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال القزبر يابس الا كان عندك، ما كانش عندك صافي، واحد القطرات ديال الحامض، وشويه ديال زيت الزيتون. الا متوفرش ديري زيت المائده. وهانتوما تشوفوا هنا غادي نخلطو كامل. وبطبيعه الحال البنات هنا راني درت حتى الراس ديالو، لان الراس ديالو من ألذ ما يكون. وبطبيعه الحال اللي عنده الوليدات الصغار يدير الراس ديالو. انتم تسولوا الحوات وغتلقاو بان الراس ديالو ما فيهش ولا شوكه، لان هذاك كيجي فتي وما فيهش الشوك. يعني انا دائما كنقني على الجهه الفوقانيه اللي غنشري. الا كان مثلا السنور طالع غالي، بعض المرات كيكون غالي ما كتقدريش تشري وحده كبيره، يعني كتزيدي في الثمن وغادي تاخدي من عنده من جهه الراس. يعني غادي تاخدي من جهه الراس لانه هو اللي ما كيكونش مشوك بزاف. هنايا غادي ننزل هاد القيمه كلها هي، ومن بعد غادي نشلل هاد الاناء اللي كان فيه، هو اللي غادي يكون الروا ديالنا. وبطبيعه الحال غادي ندير غير واحد الربيطه ديال الربيع، ما غاديش ندير الربيع مقطع باش راكم عارفين ما يجيش كحل. هادشي اللي كاين. المهم غنشلل هادي. المهم كيف ما قلت لكم الراس ديالو كيكون زوين والحيمات ديالو فتيين وما فيه الشوك. يعني حاولوا الا كنتو غادي بحال دابا. هذا انا دايره دابا كاينين الدراري غياكلوا، درت الراس ودرت هاد الجهات اللي كيكونوا الفوق باش يجيني يعني الشوك ما كاينش. اما لتحت جهه مورا البطن والمؤخره كيكون فيها الشوك، يعني يصلح للناس الكبار. المهم انا غنشلل الاناء ديالي ونتلاقاو نديرو الربيع. وهنايا على بركه الله شللت هذاك الاناء لانه فيه يعني مازال فيه التوابل. وغادي ننزل هذا الرواء من الجانب، هو اللي غادي يطيب فيه هذا الحوت. وهنايا غادي ننزل هذه القبيطه ديال الربيع. وممكن انني ندير واحد الفلفله اللي شريتها صراحه حاره زوينه كتشهي، غادي نديرها اختياريه. وهنايا صافي غادي نسد على الطاجين طنجرة الضغط ديالي ان شاء الله. وبالصحه والراحه الى فيديو قادم. نتمنى طريقتي في الصنور تعجبكم. مره اخرى ان شاء الله نقدروا نديروه مقلي لانه كيجي رائع الصراحه وما تشبعوش منه. مهم عده طرق ديال الصنور، سواء كيطيب بالبصله والزبيب، سواء هكا مع الخضر، سواء مقلي، سواء الفرن. هانتوما الاخوات سمحوا لي على الدخان، هو اللي كيضبب الصوره كيجي رائع وغزال. هانتوما راه هو طاب، ما بقى ليا الا غادي يتشرب واحد شويه وغادي نطفيه عليه. جربوا بهذه الطريقه راه كيجي غزال ورائع. يعني الطريقه التقليديه بلديه اللي كانوا كيديروها لنا الوالدين ديالنا، يعني الحوت في طنجره الضغط او الطنجره العاديه، راه كيجي زوين. جربوا بهذه الطريقه سواء ديروه هكا في طنجره الضغط، سواء ديروه في الطاجين بحال بحال. المهم غير على حساب الوقت والسرعه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه ان شاء الله. الى فرصه قادمه او فيديو قادم.